السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. دلوقتي تقدر تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات اللي انت محتاج لها في حياتك ونوصلها لك بشكل سهل وبسيط. النهاردة هنتكلم عن تطبيق تمكين تحفيظ القرآن الكريم. التطبيق ده مهم جدا على تليفونك للناس اللي بتحفظ القرآن الكريم. تقدر الناس اللي بتجد صعوبة في حفظ القرآن، التطبيق ده هيمكنها من حفظ القرآن، لأنه أول مسمع إلكتروني في العالم للقرآن. بيقوم القارئ بتسميع القرآن والتطبيق. التطبيق ده عبارة عن مبادرة شبابية تطوعية عملها شباب عشان يساعدوا كل اللي عايز يحفظ القرآن الكريم واللي عاوز يراجع أو يحفظ. يعني تقدر تقول إن التطبيق ده شيء خاص على تليفونك، هيقدر يساعدك على حفظ القرآن والتسميع في أي وقت من دون ما تنتظر أي حد، وبدون ما تتعطل عن الورد اللي انت مخصصه في اليوم علشان تسمعه. تمكين ده تطبيق هاتفي بيوفر جدول ومسمع إلكتروني شخصي بيقوم بالاستماع للقارئ وكمان بيصحح أخطائه. يعني وإنت بتسمع لو أخطأت في صورة أو في آية أو في كلمة، بيقوم التطبيق ده فورا لتصحيح الخطأ بتاعك، وبيمكن من تحفيظ القرآن الكريم بطريقة سهلة. المشروع ده بيقوم عليه طلاب وخريجون جامعة لوجه الله، عاملينه مجانا علشان يساعد كل اللي بيريد حفظ القرآن الكريم انه يحفظه بطريقة سهلة وبسيطة، ويقدر يسمع لك في اي وقت، وكمان ينظم لك وقتك ويدي لك ورد يومي وكل يوم يسمعه لك لحد ما تحفظ القرآن الكريم وربنا يتم عليك بفضله وبحفظه بفضل التطبيق ده. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة تعليقاتكم على التطبيق سواء كانت تعليقات إيجابية أو سلبية. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان فيه اي جديد او تحديث او تطوير حصل للتطبيق، ياريت تبلغنا بيه علشان نعمل لك فيديو جديد بالتطبيق بعد التجديد بتاعه والتحديث، ونوصله لك بشكل افضل علشان تقدر تستفيد منه. ولو في اي تطبيق انت محتاج ان احنا نتكلم عنه على القناة وهو مش موجود على القناة، بلغنا بيه في التعليقات، واحنا هنعمل لك فيديو بيه بأقرب وقت علشان نقدر نوصله لك ونعرفك كل المعلومات عن التطبيق اللي انت محتاجه. دلوقتي احنا بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد في عالم التطبيقات. ولو انت محتاج اي مساعدة تقدر تكلمنا على الفيسبوك عن طريق مراجع برامج.